الآن أعيد أيضا المصادر التي اعتمدت عليها في هذه المحاضرة والحلقات القادمة التي تأتي في هذا الموضوع، موضوع الكلمات الكردية الداخلة إلى اللغة العربية. أهم قاموس أو هذا قاموس طبعا الذي اعتمدت عليه هو كتاب الدكتور جمال نبز، وهو باللغة الكردية، وعنوانه وشنمكي انتمولوجياي زماني كردي، صادر في سنة 2008. وكتاب الدكتور جمال رشيد أحمد دراسات كردية في بلاد سوبارتو، صادر في بغداد سنة 1984 صفحة. والدكتور جمال رشيد أحمد أيضا له كتاب آخر فيه كثير من الكلمات وشرح مصادر هذه الكلمات. هذا الكتاب اسمه ظهور الكرد في التاريخ، الجزء الثاني. هذا الكتاب صادر في سنة 2005. وكتاب آخر لنفس المؤلف مكتوب باللغة الكردية اسمه لكولينويكي زمانواني درباري ميجوي وڵاتی كردواري، صادر في العراق في سنة 1988. هذه كانت أهم المصادر المعتمدة. الآن نواصل ذكر قسم من المفردات الكردية المأخوذة من قبل العرب. كلمة ديوان، هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية القديمة أي ديوان، التي كانت تعني محل القيادة التي كان الناس يتوجهون إليها لتمشية أعمالهم، أي محل الحكومة. كلمة ديوان بدورها متأتية من الكلمة الكردية دي بي بانا، حيث كانت تطلق على مكتب الحكومة. كلمة ديوان أيضا هي مفردة بهلوية. اللغة البهلوية هي لغة كردية قديمة، كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الساسانية. كلمة رش، هذه الكلمة العربية متأتية من الكلمة الكردية رجان. هذه تستعمل للسوائل، سكب السوائل، رش السوائل، الماء وغيرها. رف، هذه الكلمة أيضا مقتبسة من الكلمة الكردية رب. هذا رف يستعملون في يضعون على الحيطان لوضع الأشياء التي يحتاجونها. ريباس، باللغة الكردية العفو ريباس، مأخوذة من الكلمة الكردية ريواس. دخلت هذه المفردة الكردية أيضا إلى اللغة الفارسية بصيغة رواس. يمكن الكثيرون من المستمعين لا يعرفون ريباس العربي أو ريواس الكردي، وهو نبات معمر ينبت في البلدان الباردة مثل كردستان ذات طبيعة جبلية وتنزل فيها ثلوج. هذا النبات تؤكل ضلوعه،
ويعصر أيضا ويصنع منه شراب يسمى شراب الريباس. زب هذه الكلمة تعني العضو التناسلي الذكري أي القضيب للرجل، متأتية من الكلمة الكردية زاو التي لها نفس المعنى، كما أن الكلمة الكردية زي تعني العضو التناسلي الأنثوي. ولذلك نرى بالنسبة للكرد الذين يستمعون إلينا الآن يعرفون هناك في اللغة الكردية زاوزي هذه الكلمة متأتية من زاو وزي العضو التناسلي الذكري والعضو التناسلي الأنثوي، ولكن بدمج هاتين الكلمتين تصبح زاوزي تعني إنجاب الأطفال. نقول النساء على سبيل المثال يعملون زاوزي يعني ينجبون الأطفال في حالة الإنسان. أما في حالة الحيوانات والطيور فتسمى باللغة العربية الإفراخ، يعني تفرخ وأيضا كلمة زعفران أيضا من الكلمات هذه من الكلمات السومرية التي لحد الآن باقية في اللغة الكردية وداخلة إلى اللغة العربية. زعفران هذه أيضا مادة صفراء. وكلمة زعل مأخوذة من الكلمة الكردية سيل التي لها نفس المعنى. كلمة زفاف هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية المركبة زماوند التي تتألف من كلمة زماوند يعني زفاف باللغة الكردية، ولكن هذه كلمة مركبة تتألف من كلمة زاما وزافا التي تعنيان الريس. نقول فلان زافا أو زاوا باللهجة الكرمانجية الشمالية نقول زافا، وباللهجة اللهجات الأخرى نقول زاما أو زاوا. زاما باللهجة الهورامية وزاوا باللهجة الكرمانجية الوسطى السورانية. والمقطع الثاني من كلمة زماوند الوند تعني الارتباط بشيء ما. هذه الكلمة أيضا هي كلمة ميدية موجودة بصيغة زامات، والتي تعنيان الإنسان الذي يولد، أي الإنسان الذي يستطيع أن يخلف أطفالا. تم تحوير هذه الكلمة الكردية إلى زاف حسب الآتي: زماوند، زبابند، زفافند، وزفافة زفاف. فخلال المراحل التاريخية مرت هذه الكلمة بهذه التغييرات عبر هذه المراحل الزمنية إلى أن صارت زفاف، دخلت بصيغة زفاف إلى اللغة العربية. زلق، تزحلق. فهذه الكلمة أيضا متأتية من
الكلمة الكردية دل التي بدورها متحورة من الكلمة الكردية زل التي تعني خروج الرطوبة من شيء ما. فلحد الآن هناك بعض الأدغال نسميها زل التي تنبت في المياه في البرك المائية. زلم هذه الكلمة أصلها هو الكلمة الكردية المركبة زلام، فزلام التي تتكون من كلمة زل التي تعني كبير، زل كبير، وآم التي تعني إنسان، فحتى اسم آدم متأتي من هذه الكلمة آم، وبذلك زلام تعني الإنسان الكبير، وهي عادة تستعمل للرجال لا تستعمل للنساء. زمان أصل هذه الكلمة الكردية زمانة. هذه الكلمة موجودة في اللغة الآريانية القديمة بصيغة جمانة، وفي اللغة البهلوية اللغة الكردية القديمة بصيغة زمان. دخلت هذه الكلمة الكردية أيضا إلى اللغة الآرامية بصيغة جيمان، وإلى اللغة الفارسية والتركية أيضا بصيغتها العربية. زواج هذه الكلمة العربية مقتبسة من الكلمة الكردية زوج، التي هي كلمة كردية قديمة تعني زوج، وأيضا تعني اثنين. ساذج هذه الكلمة مأخوذة من الكلمة الكردية ساويلكا المتأتية من الجذر ساو، وطبعا هذه الكلمة أيضا كلمة پهلوية بصيغة ساذج. الكلمة البهلوية أقرب إلى الكلمة المأخوذة من قبل العرب. في اللغة البهلوية تسمى ساذج، وفي اللغة العربية أصبحت ساذج، حيث لا توجد حرف ج في اللغة العربية، فحولوا حرف الج إلى حرف الجيم.